السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم في فيديو جديد مع قناة عادل الونش. تحياتي لكم جميعا، وقبل أي حاجة صلوا على سيدنا النبي. طبعا النهاردة هنعمل لكم تورلي بالفراخ. أنا كنت عملت لكم مقطع قبل كده تورلي باللحمة، التورلي ده بالفراخ. طبعا أنا حاطط بصلاية وحاططها في قلب سمنة وبقلبها هو. ودي المكونات بتاعتي: بطاطس وفاصوليا وجزر، ودي كوسه طبعا، بس الكوسه دي وبسله. طبعا الكوسه دي هتتحط بعد ما بعد ما تاخد غلوه على النار، على اساس انها ما بتاخدش سوى الكوسه في التخديعه بتاعتنا. طبعا احنا دلوقتي بنقلي البصلايه بتاعتنا، وطبعا القوطه بتاعتنا موجوده اهي، وادي الفراخ اهي. تمام، احنا كده دلوقتي بنقلي، وبعد ما نقلي وتحمر البصلايه هنبتدي نسقط بالطماطم بتاعتنا. وطبعا انا مجهز البهارات اهي: بابريكا وكمون وفلفل اسمر وملح وشطه، ومظبط الاداء يعني. تمام، احنا دلوقتي بنعلي سنه على النار اهو عشان البصلايه تحمر معانا. تابعونا طبعا قناه عادل الونش، ما تنسوش الاشتراك في القناه والتفاعل مع الفيديو. وطبعا انا بشكر اي حد بيتابعني. انا طبعا عديت ال1000 مشترك ونزلت في المنتدى بتاع اليوتيوب، فما تنسوش بقى التفاعل معانا يعني، عشان خاطر ربنا يكرمنا ويكرمكم ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين، عشان احنا داخلين على عيد الاضحى المبارك. وتابعونا. طبعا احنا دلوقتي البصلات ابتدت تحمر اهي. ماشي، نبتدي نوطي العين شويه اهو، ونبتدي نسقط الطماطم بتاعتنا. طبعا احنا سقطنا الطماطم بتاعتنا، وهنبتدي نسقط البهارات اهي. ادي البهارات اهي، سقطت البهارات بتاعتي. ماشي، تابعونا بقى لحد ما طبعا تتسبك، وبعد كده نبقى نرجع لكم تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا احنا عملنا التغذية بتاعتنا هي، واحنا طبعا موطيين على العين. هنبتدي ان احنا نسقط الحاجة بتاعتنا سقطناها. طبعا احنا مش هنسقط الكوسة دلوقتي غير لما الخليط بتاعنا ده يستوي. طبعا احنا مجهزين مرقة لحمة اهي. تمام، طبعا نسيبها لحد ما تاخد غلوه، وبعد كده نسقط الكوسه بتاعتنا، وبعد كده نفضيها في قلب الصينيه اللي هنحط فيها الفراخ. تابعونا. طبعا احنا دلوقتي اديناها غلوه، هي استوت. هنحط بقى احنا الكوسه بتاعتنا، وهنبتدي ان احنا برضو نستنى لحد ما تستوي كلها في بعضها اهي. وبعد كده هنفضيها في الصينيه وندخلها الفرن على الفراخ. طبعا احنا دلوقتي الصينيه حطينا التورلي بتاعنا في قلب الصينيه. ده تورلي بالفراخ، هندخله الفرن، وبعد ما تخرج الصينيه ان شاء الله هنوريها لكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا دي صينيه التورلي بعد ما طلعت من الفرن. وطبعا ما تنسوش بقى الاشتراك في القناه والاعجاب بالفيديو والتفاعل معاه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.